بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم فراولاتي سوريساتي في فيديو جديد على القناة. فيديو تاع قاطو المشوك قلب وعسل. فيديو راح يفيد الكثير سيختو المبتدئات وسيختو رانا على أبواب الأفراح إن شاء الله، من أعراس. كم تعرفوا الصيف معروف بالأعراس. ان شاء الله وليداتنا راح يربحوا سيزيام بيام باك، رانا على ابواب التخرجات ايضا. دونك راح نشوفوا الوصفه هذه خفيفه سهله واقتصاديه يعني، واي وحده تقدر ديرها وبنينه بزاف، تحمر الوجه يعني. تقدري ديريها كادو تعاوني بها حبابك هيتو. دونك بسم الله، تابعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا كامل الخطوات وتنجحوا في هذه الوصفه باذن الله. اول حاجه درت حوالي 125 غرام تاع المارغرين. ديروا اي مارغرين او زبده عندكم. درت فيها 4 تاع البيضات وزوج تاع الصفار، 4 بيضات كاملين وزوج صفار. بالنسبه للمارغرين راني استعملت ديما كيما شفتوا. كاين ناس يقولك ما تصلحش الحلويات، انا شخصيا جربتها ويعني وصلحت لي. وخرت هذاك البياض على جهه، من بعد راني رايحه نستعمله. درت 3 كيسان ونص تاع السكر باش ما تجينيش حلوه بزاف، باسكو من بعد راني رايحه نسقيها بالعسل. ومن بعد زدت 4 كيسان تاع الزيت معمرين مليح. الكاس اللي استعملته كما راكم تشوفوا كاس تاع التاي تاع بكري اللي كنا نيوتيليزيوه. ومن بعد زدت اروم تاع الفراز. هنايا كاينه ملاحظه صغيره، الاروم راح يدير لكم لا كولير، دونك ديروا حسابكم. الا حبيتو معليش كولوري راكم رايحين تستعملوه، سينو ديروا لافاني في بلاصته. نخلط مليح الخليط تاعي بيدي ولا بفوي ولا بالباتير يعني، كيما تحبوا. انا نحب التخلط تاع اليد يعني ما كاش كيفو. بعد ما داب لي هذاك السكر مليح، جبت كيلة تاع الفارينة، حطيت فيها 3 تاع خميرة الحلويات، ودرتها على الخليط تاعي وبديت نخلط ونضيف الفارينة حتى وين تحصلت على عجينة كما راكم تشوفوا نوعا ما طريه. خليوها شويه طريه، كي تكوروها تشكل الكويره تاعكم ويكونوا هاد التشققات اللي راهم رايحين يتشكلوا دروك هما اللي راح تصيبوهم من بعد في الطياب. ننتقلوا للمرحله الثانيه. جبت سنيوه تاعي اللي راني رايحه نطيب فيها، حليت لي كيسات تاوعي كما راكم تشوفوا، استفتهم كامل عفوا، باش تجيني الخدمه تاعي سهله. سيرتو كي تكون يعني غير يد وحده ما كاش اللي يعاونك، دونك من الاحسن توجدي كامل صوالحك ومن بعد يعني الخطوات باش هكا تجيك الخدمه تاعك سهله. درتهم ديبول، درت عيني ميزاني ما وزنش، اللي تحب توزن توزن. ومن بعد خلطت هذاك بياض البيض اللي كنت خليته من قبل كما راكم تشوفوا، وجبت الكاوكاو تاعي اللي كنت حمصته شويه برك ماشي بزاف يعني قد ما تروح ليميديتي تاعو. حطيت الحبه تاع العجينه في البياض وزدت في الكاوكاو كما راكم تشوفوا العمليه. نكمل بنفس الطريقه حتى وين نكمل كامل الحبات تاوعي ونحطهم في السنيوه. من بعد ننتقلوا لمرحله التزيين. كما راكم تشوفوا جبت لي سوريز وبديت نقطع فيهم باش نحطهم كتزيين من الفوق. هاد التزيين يبقى اختياري، تنجموا ديروه تنجموا ما ديروهش، كيما تنجموا تستبدلوه بحاجه واحده اخرى كيما كاوكاو لوز بندق يعني كيما تحبوا. ابخي ندخل الصينيه تاعي للفرن اللي كنت درتو يسخن من قبل هكذا باش يعني غير ندخل الحلوى تنتفخ لي ويجوني هذوك التشققات. بعد ما طيب لي نحيتها كما راكم تشوفوا راني نعسل فيها. نديرو حوالي نصف ملعقه كبيره تاع العسل، والكاطو تاعنا راه واجد. بالصحه والراحه، تهلاو لي في رواحتكم. ما تنساوش الدعم المتواصل للقناه. سلام.